اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بالف خير. معاكم اميره سلامه، والنهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض البانيه التحفه ده بكفر ماسك فيه ما بيفكش منه ابدا. طعمه حلو جدا جدا، وطريقته مفيش اسهل ولا ابسط منها خالص. شايفين شكله؟ هتدمنوه من كتر ما طريقته سهله جدا جدا. شايفين شكله لونه عامل ازاي؟ ما شاء الله حلو جدا. تعالوا نشوف التسوية بتاعته مع بعض. شايفين مقرمش والكفر ماسك عليه ما بيتفكش ولا اي حاجة. شايفين بيتقطع بكل سهولة، دايب وطعمه تحفة بجد بجد. دي احلى طريقة انا جربتها للبانيه. يلا بينا نشوف بقى هنعمل القمر والجمال والحلاوة دي ازاي. عندي في الكبة بتاعتي 2 حبة من الطماطم، حبة من البصل، قرن شطة حامي او بارد على حسب ما بتحبي، فص ثوم مفروم. هحط كله مع بعضه في الكبة بتاعتي وانعمهم كويس جدا جدا جدا، عشان عايزة المية بتاعتهم مش التفل. كده خلاص كانوا ضربوا معايا بقى كويس. هنزل بس الجوانب دي كمان عشان اضربها تاني، عشان يبقى الخليط كله ناعم معايا. وطبعا انا في المرحلة دي انا نقع البانيه بتاعي في مية وملح وليمون وخل. تمام، حوالي 10 دقايق. هنا الخليط بتاعي بقى جاهز. هجيب مصفى بقى والبولة ان انا هتبل فيها البانيه بتاعي. هفضي كده الخليط وهصفيه كويس جدا جدا. انا عايزة السوائل اللي تحت دي، مش عايزة التفل بتاعي. كده خلاص تمام. هجيب بقى التوابل بتاعتي. ده كده الصوص اللي انا عايزاه، ولا زبادي ولا لبن ولا بيض ولا اي حاجة. هضيف ملح على حسب الرغبة، نص معلقة صغيرة من كل حاجة، توابل فراخ، 7 بهارات، كمون وفلفل اسمر. تمام، دي اسهل واحلى تتبيله. حطيت كمان معلقه كبيره من الخل ومعلقتين كبار من الزيت. هقلب الخلطه دي معايا كويس جدا جدا، وانتي بتقلبيها اصلا ريحتها بتبقى تحفه، وشكل الصوص اصلا يعني رهيب. شايفين شكلها؟ كده خلاص هجيب البانيه بتاعي بقى. البانيه هاتوه من عند محل كويس، يعني يكون متقطع وسط، لا هو تخين قوي ولا رفيع قوي. تمام، صفيته كويس جدا من المية وشطفته كويس جدا. هحطه بقى على التتبيله بتاعتي واقلبه فيها كويس جدا، وهركنه في التلاجة مش اقل من 3 ساعات عشان تاخدي افضل نتيجة واحلى طعم. بالشكل ده هركنه بقى في التلاجة بتاعتي. ويلا نحضر مع بعض الخلطة اللي احنا هنحطه فيها. عندي هنا بقى كوباية من الدقيق، وكوباية من الفيجيتار، وعليها نص كوباية من النشا. تمام كده، يبقى كوباية دقيق، كوباية فيجيتار، نص كوباية من النشا. حطيت كمان نص معلقة صغيرة من الفلفل الاسمر، ونص معلقة صغيرة من توابل الفراخ. هقلب كويس جدا. ممكن تستبدلي الفيجيتار ببقسماط، بس الفيجيتار احلى لان بيبقى متنكه باطعم تانية فبيدي طعم احلى. قلبت المكونات بتاعتي كويس جدا وخلاص 3 ساعات عدوا. هجيب بقى البانيه بتاعي زي ما هو بالخلطة كده، وهحطه في الخلطة بتاعتي اللي هي عبارة عن دقيق وفيجيتار ونشا. هضغط عليه كويس جدا بالطريقة دي. هاتوا طبق واسع حطوه فيه، عشان احنا هندخله الفريزر مش اقل من نص ساعة، عشان دي بتدي افضل درجة تحمير، وكمان هي اللي بتخلي الكفر ما يقعش من عليه. ولا اسهل ولا ابسط من كده، لا حطينا بيض ولا حطينا لبن ولا اي مكونات مكلفة. في طاسة على النار بقى بعد ما حطيتها في الفريزر نص ساعة، خليت الزيت سخن مش قدح، يدوب سخن، وهحط فيه البانيه بتاعي بالشكل ده. واول ما اشوفه خد لون ذهبي هقلبه على الوجه التاني على طول. شايفين لونه؟ وطبعا بيستوي بكل سهولة.
لا الكفر قب من عليه ولا وقع من عليه ولا ساب ولا اي حاجة. محضرة معايا بقى مصفى وطبق عشان اطلعه يصفي على طول. شايفين والله الكاميرا ظلمة لونه جدا، هو لونه ذهبي وحلو جدا ومقرمش من بره وطري وجوسي من جوه وطعمه تحفة. هجيب برضو اللي بعده على طول وهكمل كل الكمية بنفس الطريقة، بس كل ما بطلع باخد على قد الطاسة اللي انا هحطها وبرجع الباقي في الفريزر بالشكل ده. طبعا بسوي على نار متوسطة عشان لو نار عالية اوي هياخد لون بسرعة ويتحرق مني ومش هيستوي من جوه. شايفين لونه تحفة. شايفين بقلبه بكل سهولة، كل شوية بقلب فيها عادي، الكفر موقعش من عليه ولا اي حاجة. وبرضو بطلعه في مصفى يصفي الزيت بتاعه، هو ما بيتشربش زيت، بس طبعا الحاجة لما بتبقى طالعة من الزيت بيبقى فيها زيت يعني، فطبيعي ان انا هصفيه. وهنا خلاص كل الكمية بتاعتي. شايفين لونه وجماله بقى، طعمه تحفة. بالله عليكم بقى ما تنسوش تحطوا لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس على الكل عشان يوصلكوا كل فيديو جديد بقدمه. وما تنسوش تعلقوا بكومنت حلو منكم ودعوة حلوة من قلبكم، ولكم من مثل ان شاء الله. بالله عليكم شجعوني، لان انا مش بعمل حاجة غلط، انا بعمل اولا هوايتي، ثانيا نفسي تبقى باب رزق ليا في الايام الصعبة دي، فما تستخسروش فيا لايك وكومنت حلو منكم. شايفين شكله بقى، بذمتكم ما جعتوش؟ حلوة جدا جدا جدا. يا رب يكون الفيديو عجبكم، متنسوش تحطوا لايك وتعلقوا بكومنت حلو منكم، واستنوني في وصفات جاية كتير ان شاء الله. اسيبكم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باي باي.